ديربي مدريدي بنكهة أوروبية. ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو مدريد في قمة نارية بدور الستاشر من دوري أبطال أوروبا، مواجهة لا تقبل القسم على الاتنين، وكل فريق يدخل اللقاء بطموحات كبيرة. في الفيديو ده نتعرف على موعد المباراة والتوقيت والملعب وحالة كل فريق قبل المواجهة، وكمان القنوات الناقلة. بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مختلفة، مفيش دور مجموعات، ولكن الفرق لعبت دور تمهيديا بنظام الدوري وفقا لترتيبهم. بعض الفرق تأهلت مباشرة لدور الستاشر، والبعض لعب أدوار إقصائية. أفهمكم النظام: كل فريق لعب 8 جولات. بعد ال8 جولات في الترتيب من الأول للثامن ده يتأهل رسميا، ومن التاسع لل25 دول يلعبوا أدوار إقصائية ذهابا وإيابا، ونشوف مين اللي هيكسب بمجموع المباراتين. ومن 25 لحد 36 دول يخرجوا عن البطولة نهائيا. ويلا نكمل. أتلتيكو مدريد كان من أفضل 8 في الترتيب العام، حيث أنهى المرحلة التمهيدية في المركز الخامس وتأهل مباشرة لدور الستاشر، وآخر مبارياته كانت ضد سالزبورغ النمساوي، ونجح في تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-1 ليؤكد تفوقه. أما على الناحية التانية ريال مدريد أنهى المرحلة التمهيدية في المركز ال11. تيجي بقى على الناحية التانية، ريال مدريد أنهى المرحلة التمهيدية في المركز ال11، مما أجبره على لعب الأدوار الإقصائية المؤهلة لدور الستاشر. واجه الملك مانشستر سيتي في مواجهة قوية، لكنه أثبت له كعبه، حيث فاز في الذهاب 3-2 على ملعب الاتحاد، ثم كرر تفوقه في الإياب بانتصار 3-1 على ملعب سانتياغو برنابيو ليحجز مقعده في ثمن النهائي. كفاية بقى كلام وندخل على تفاصيل المباراة. البطولة دوري أبطال أوروبا، الجولة دور الستاشر. الملعب هيكون سانتياغو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد، والتاريخ الثلاثاء 4 مارس 2025، والتوقيت الساعة 10 مساء بتوقيت مصر. ندخل بقى على القنوات الناقلة. لم يتم الإعلان رسميا عن القنوات الناقلة حتى الآن، لكن من المتوقع والأكيد إنها تكون على بين سبورت، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية. لو أنت مش مشترك ومش عايز تنزل أي كافيه أو قهوة تسمع الماتش، هتعمل إيه؟ هتدخل على موقع يلا شوت أو في العرض أو أي مواقع، وهتجيب الماتش وتسمعه بكل سهولة وبدون تقطيع. ويلا بقى نكمل كلامنا. المباراة مش مجرد مواجهة أوروبية، دي حرب كروية من قطبي مدريد. ريال مدريد عينه على لقب جديد في دوري الأبطال، خصوصا انه الفريق الاكثر تتويجا بالبطولة، بينما اتلتيكو مدريد عايز يثبت نفسه اوروبيا، خصوصا بعد فشله في التتويج باللقب في السابق. ريال مدريد يدخل المباراة بثقة بعد تخطي عقبة مانشستر سيتي وفوزه ذهابا وايابا، وعنده افضلية الارض والجمهور. اتلتيكو مدريد فريق صعب جدا تحت قيادة ديجو سيميوني، بيعرف يدافع كويس ويضغط على الفرق الكبيرة، وهيحاول الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الإياب. المواجهة مش هتكون سهلة على أي حد من الفريقين، والمنافسة هتكون على أعلى مستوى. تتوقعوا مين يحسم اللقاء؟ ريال مدريد بخبرته الأوروبية ولا أتلتيكو مدريد بقوته الدفاعية؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد عن مواعيد المباريات والقناة الناقلة. سلام.